لعبة أمنيجيا ذا بانكر نزلت سنة 2023 بس أحداثها بترجع بينا لزمن أقدم شوية، تحديدا لأيام الحرب العالمية الأولى. ورغم إن القصة بتحصل في مكان والزمن مختلف تماما عن الأجزاء اللي فاتت، إلا إن اللعبة لسه فيها حاجات كتير مألوفة هتعجب الناس اللي لعبت وحبت السلسلة دي. الحدوتة كلها بتدور حوالين هنري كليمون، جندي فرنسي بيخدم في حصن تحت الأرض. الأيام كانت ماشية عادي جدا، والجنود كانوا بيتناوبوا في حراسة الأماكن بتاعته. وفي يوم من الأيام كان لازم هنري أو صاحبه المقرب لامبير يطلعوا دورية، وعلشان هنري يهرب من الموضوع ده قرر إنه يغش في لعبة كان بيلعبها مع لامبير علشان هو يكسب، وساعتها لامبير هو اللي خسر وطلع الحراسة مكانه. يومين عدوا ولامبير مرجعش، فهنري ضميره بدأ يأنب، وساعتها قرر إنه لازم يطلع يدور على صاحبه. وفعلا هنري لقى لامبير واقع في حفرة كبيرة ورجليه مكسورة. هنري ساعتها أنقذ لامبير بصعوبة، بس وهم راجعين الجنود الألمان شافوهم، وبدون أي مقدمات ضربوا عليهم نار وحدفوا قذيفة كبيرة عليهم، وساعتها القذيفة دي انفجرت وهنري أغمى عليه بعد ما كان شايف صاحبه غرقان في دمه ومش بيتحرك. كام يوم بالظبط عدى وهنري صحي لقى نفسه في عيادة الحصن بعد ما كان في غيبوبة دامت لأكتر من 10 أيام. الكارثة الأكبر إنه نسي جزء كبير من اللي حصل، لا فاكر إيه اللي حصل لصاحبه بعد الهجوم، ولا حتى هو جه هنا الحصن إزاي. ساعتها هنري خرج يدور على زمايله عشان يفهم إيه اللي حصل، لكنه اتصدم لما لقى الحصن متدمر تماما، الحيطان متكسرة والدم في كل مكان وكل حاجة كانت متبعثرة. وسط الصدمة دي هنري سمع صوت واحد بيستغيث، ولما هنري راح ناحية مصدر الصوت لقى واحد من العساكر متصاب على وشك الموت. العسكري ده قال له إن في وحش بشع ظهر فجأة وقتل كل اللي في الحصن، والظباط الجبنة هربوا وسابوا الباب الرئيسي متفجر وراهم علشان يحبسوا الوحش مع العساكر في الحصن. العسكري ده اداله مسدس وقال له أرجوك خلص عليا، أحسن لي إن أموت على إيدك بدل ما أموت على إيد الوحش. بس قبل ما هنري ياخد أي قرار الجندي اتسحب فجأة من الفتحة في الحيطة اللي كانت وراه، وفضل يصرخ لحد ما الصوت اختفى تماما. ساعتها هنري جري بأقصى سرعة ودخل في الأوضة المركزية واللي كان ما فيهاش أي فتحات، وقفل البيبان كويس جدا بعد ما خد نفسه. وساعتها قرر إنه لازم يلاقي طريقة يهرب بيها، وفعلا راح عند باب الحصن واللي لقاه مقفول بحطام الصخور، ولقى ورقة جنبه بتقول الحل الوحيد هو تفجيره بالديناميت، واللي من حظه السيء إن الديناميت ده متخزن في مستودع الأسلحة. والأسوأ من كده كمان إن أداة التفجير نفسها موجودة في مكان تاني، موجودة في مكان اسمه الأنفاق الرومانية. هنري بسبب فقدانه للذاكرة مش فاكر بالظبط أماكن الحاجات دي، بس اللي هو كان متأكد منه واللي كان مؤمن بيه إنه لازم يهرب من الحصن ده بأي طريقة قبل ما يكون فريسة الوحش. طوال اللعبة هنري كان بيحاول يجمع أي أدوات تفيده على النجاة، وكان بيلاقي مذكرات كتبها الجنود قبل ما يموتوا، وعرف إن الوحش ده ما بيموتش لا بالرصاص ولا بالسيوف ولا حتى بالقنابل. الطريقة الوحيدة علشان ما تكونش فريسة ليه هي انك تتجنبه بشكل كامل. عشان كده هنري طول اللعبة كان بيحاول ما يعملش اي صوت ويدور على الوقود اللي بيشغل المولد الكهربائي، لان الوحش ده كان حساس ناحية النور، والنور كان بتقلل من احتمالية مهاجمته لهنري. وفي كل مكان هنري كان بيروحه كان بيلاقي جثث زمايله في كل حتة، وكل جندي منهم كان لابس لوحة عليها اسمه ورقم السري بتاعه. هنري استغل الارقام دي عشان يفتح الخزائن بتاعتهم وعشان يلاقي اي حاجة تفيده في النجاة. الخزائن اللي كان بيفتحها هنري ما كانتش بس مليانة موارد وذخيرة تساعده على البقاء، لكنها كمان كانت مخبية خطابات ومذكرات كتبها زمايله قبل موتهم. من خلال المذكرات والورق اللي كان بيلاقيهم هنري في الخزائن وغيرهم برضه اللي كان مترمي في كل اماكن الحصن، هنري بدأ يربط الاحداث ببعض ويفهم ايه اللي حصل خلال فترة غيبوبته. قبل احداث اللعبه بكام شهر ضباط الحصن قرروا ان هم يوسعوا المكان، فبدأوا يحفروا عند الاطراف. اثناء الحفر العساكر اكتشفوا انفاق قديمه، وواحد من العساكر اسمه النواير لقى ورقه مكتوبه باللاتينيه، وساعتها حاول يترجمها، ولما ترجمها استنتج ان الانفاق دي كانت تخص جماعه دينيه غريبه كانوا بيؤمنوا انهم لقوا طريقه للخلود لكن في عالم
الآخر. طبعا أنا مش محتاج أقول ده أنهي عالم بالظبط، خلاص على مدار ال3 حلقات اللي فاتوا أنتوا بقيتوا مستوعبين ومدركين طبيعة العالم ده. العالم ده كان هو العالم اللي بتحكمه تيهانا، والخلود اللي الناس كانوا بيتكلموا عليه في الغالب هو سائل التحول اللي كان بيحول البشر لوحوش في أحداث أمنيجيا ريبرز، ده لو أنتم متذكرين يعني. لما العساكر اكتشفوا الأنفاق الأمور بدأت تخرج عن السيطرة شوية، لأن الجنود لما دخلوا الأنفاق بدأوا يسمعوا أصوات غريبة ويشوفوا مظاهر ومناظر مرعبة من العالم الآخر. الرعب بدأ يسيطر على الجنود لدرجة إن بعضهم قرر إن هم يفجروا مدخل الأنفاق دي علشان يقفلوا الشر ده تماما. وبالفعل مجموعة من العساكر زرعوا متفجرات، لكن واحد منهم اسمه توسام بوفوا رفض إنه يخرج وكان مهووس بالمناظر اللي شافها من العالم الآخر. العساكر ساعتها فجروا القنابل دي وقفلوا الأنفاق دي تماما، لكن الضباط اعتبروا إن اللي حصل ده خيانة عظمى وفتحوا تحقيق عنيف وأعدموا كل اللي شارك في التفجير. بعد الحادثة دي الأنفاق فضلت مغلقة والهدوء نوعا ما رجع تاني للحصن. بعد الفترة الجندي أوغستان لامبير خرج في دورية حراسة لكنه مرجعش. هنري كليمو صاحبه وصديقه المقرب قرر انه يخرج ويدور عليه زي ما شفنا في بداية اللعبة، وفعلا هنري لقى لامبير وحاول ينقذه، لكن اللي حصل ما كانش في الحسبان. الألمان ضربوهم بقذيفة، ساعتها هنري فقد الوعي، لكن اللي حصل بعد كده كان شيء غريب جدا. لامبير هو اللي شال هنري ورجع بيه تاني للحصن. المنظر ده خلى العساكر كلهم استغربوا جدا، لان على الورق هنري كان هو اللي خارج علشان ينقذ لامبير، لكن المنظر اللي هم شايفينه دلوقتي ان لامبير هو اللي انقذ هنري ورجع بيه الحصن. والاغرب من كل ده كمان ان لامبير لما رجع ما كانش فيه خدش واحد، رغم انه كان واقع في حفره عميقه وغاب لعده ايام، وفوق كل ده اتعرض لانفجار قريب منه. وفي المقابل على الناحيه الثانيه هنري الضابط الشهم المحترم اللي كان سليم 100% لما خرج علشان ينقذ صديقه لامبير رجع هو متصاب اصابه خطيره وفاقد وعيه وكمان فقد جزء من ذاكرته. بعد الحادثة دي بأيام قليلة حصلت أول جريمة قتل غامضة جوه الحصن. العساكر لقوا جثة واحد من الضباط متقطعة بطريقة بشعة ومحدش كان عارف مين اللي قتله. الرعب ساعتها بدأ ينتشر ما بين العساكر، وبعد شوية الجنود بدأوا يسمعوا صوت زئير غريب وبدأوا يحسوا إن في حاجة بتتحرك جوه حيطان الحصن. في الأول الضباط اعتبروا ده مجرد هلوسات بسبب طول الفترة اللي قعدوها جوه الحصن، لكن بعد فترة الوحش ظهر لهم. في يوم الجنود كانوا قاعدين في قاعة الطعام وفجأة الوحش الضخم هجم عليهم وبدأ يقتلهم واحد ورا التاني. الضباط ما بقاش هنا عندهم شك، بقى عندهم تأكد ان الحصن ده فيه كائن مرعب ووحش قاتل مش معروف مصدره. خلال الايام اللي بعديها الوحش كان بيصطاد الجنود واحد ورا التاني، مفيش اي حد قادر عليه، مفيش سلاح حتى بيأثر فيه. قائد الحصن قرر انه لازم يواجه الوحش ده وعبر العساكر بالبحث عنه وقتله. رغم توصلات العساكر ان المهمة دي تعتبر شبه انتحارية وكمان مستحيلة، الا ان قائد الحصن اصر على ان هم يقتلوه ويجيبوا له جثته، لكن النتيجة كانت معروفة، الوحش ما بيموتش والجنود هم اللي كانوا بيموتوا واحد ورا التاني. في الاخر قائد الحصن اللي كان بيتهم العساكر دول ان هم جبنة لانهم خايفين ان هم يواجهوا الوحش، قرر في النهاية ان هو يهرب هو والضباط بتوعه وفجروا المخرج علشان يسجنوا الوحش وراهم ورا الصخور. بس للأسف نتيجة الفعل ده مش إن الوحش هو اللي اتحبس لوحده، بل كمان العساكر الغلابة اتحبسوا معاه. وهنا هنري فاق واللعبة بتبدأ. بعد ما هنري فاق من غيبوبته لقى نفسه لوحده في الحصن المهجور وبدأ يقرا اللحظات اللي سابوها العساكر، وساعتها عرف ان اول خطوة للهروب من المكان ده هو ان يلاقي الديناميت الموجود في مستودع الاسلحة، لكن للاسف المستودع ده كان مقفول برمز سري، ولحسن حظ هنري انه يعرف يجيب الرمز السري ده من رسالة اذاعية قديمة كانت في الحصن، وساعتها استغل الرمز ده انه يفتح بيها المستودع واخد منه الديناميت. الخطوة الثانية اللي كان هنري لازم يعملها وهو ان يلاقي جهاز التفجير واللي كان موجود في الانفاق الرومانية. ولما هنري دخل الانفاق دي اتفاجئ من الاجواء الغريبة والمخيفة اللي جوه، صخور بتلمع وبتطفو، اشباح ومناظر غريبة بتتشاف من العالم التاني. بالرغم من خوف هنري من الاجواء دي الا انه قرر يتعمق اكتر في الانفاق دي، وفي جوه
سمع صوت شخص عمال يغني وكان باين عليه الجنون، والشخص ده طلع هو توسان بوفوا اللي كنا المفروض فاكرينه ميت بعد التفجير، لكن واضح انه نجا بعد التفجير لكن عقله انهار وبقى مجنون جنان كامل. هنري ساعتها قتله دفاعا عن نفسه، بعد كده لقى جهاز التفجير لكنه اتفاجئ لما خرج من النفق انه رجع تاني لنفس الحفرة اللي كان فيها لامبير، لكنه ملقاش جثته ولقى لوحته ولعبة الأرنب اللي كان جايبها لابنه. ساعتها هنري رجع تاني للأنفاق، ومن الأنفاق رجع تاني للحصن، وفي طريقه الوحش هجم عليه لكن وقف فجأة لما شاف لعبة الأرنب في إيد هنري، وبشكل غريب بدأ يطبطب على اللعبة وأخدها ومشي. ده اللي خلى هنري يشك إن في ربط ما بين الوحش واللعبة، وخصوصا بعد ما لقى اللعبة تاني موجودة في الكنيسة، واللي الكنيسة دلوقتي بقت هي عش الوحش ده. هنري ساعتها أخد اللعبة وقرر إنه يستخدمها كطعم لو الوحش هجم عليه مرة تانية. دلوقتي هنري بقى جاهز انه يهرب من الحصن، لكن قبل ما يهرب قرر انه يفتح خزانة لامبير، وبالفعل باستخدام الرقم السري اللي لقاه على اللوحة بتاعته قدر يفتح الخزنة بتاعته. وساعتها هنري عرف ايه اللي حصل لصاحبه لامبير وايه اللي نتج بعد ذلك بعد ما القذيفة اتضربت عليهم. بعد ما لامبير وقع في الحفرة كان مرعوب وفضل يصرخ على أي حد يجي ينقذه، وبعد يومين هنري وصل ونزل بالحبل وساعد صاحبه لامبير، بس لامبير كان تعبان جدا فهنري بقى مية من بركة كانت موجودة جنبهم على أمل إنه يساعده، لكن للأسف اللي ما كانش يعرفه هنري إن البركة دي كانت قريبة من الأنفاق الرومانية، والمية بتاعتها كانت متلوثة بالسائل اللي جاي من العالم الآخر، السائل اللي بيحول البشر لغيلان. لامبير شرب من المية وبدأ يحس ان صحته بقت احسن، حتى اصاباته خفت بسرعة، لكن اللي ما كانش يعرفه انه بدأ يتحول لوحش. وبعد ايام بدأ لامبير يحس بالرغبة غريبة جدا في اكل اللحم والدم، وفعلا بدأ يصطاد الجنود بالليل، وفي النهاية فقد انسانيته تماما وتحول لوحش ضخم بيقتل اي حد يقابله. لامبير هو الوحش. هنا هنري استوعب ليه الوحش ده كان بيحب الكنيسة اللي في الحصن، لأن هو المكان اللي كان بيرتاح فيه لامبير وبيصلي فيه، واستوعب كمان ليه الوحش كان بيحب لعبة الأرنب، لأن لامبير كان ناوي يدي اللعبة دي لابنه بعد الحرب. في اللحظة دي هنري عرف إنه ما عندوش أي أمل ينقذ صاحبه، خلاص لازم يهرب من الحصن بدل ما يكون فريسة للامبير، وفعلا حط الديناميت واستغل جهاز التفجير عشان يفجر المخرج، لكن للأسف الصخور ما انهارتش بالكامل بل فتحت فجوة كشفت عن نفق سري تحت المخرج، وبسبب الانفجار وصوته الوحش سمع الصوت وقرر ساعتها ان يجري على المخرج، وهنري ملقاش قدامه حل تاني غير انه ينزل النفق السري على امل انه يهرب من الوحش. جوه النفق ده هنري وصل لساحة ضخمة شبيهة بالأنفاق الرومانية مليانة جسور قديمة وتحتها حفرة عميقة ملهاش آخر، وفي آخر الساحة هنري شاف المخرج لكن الوحش كان مستنيه هناك. هنري ساعتها استغل ذكائه وحط الأرنب فوق جسر ضعيف، ولما الوحش مسك الأرنب وبدأ يطبطب عليه للمرة التانية هنري فجر الجسر بقنبلة، وساعتها الوحش وقع في الحفرة وسمعنا صوته بيموت وكأن في حد قتله تحت. هنري ساعتها كمل طريقه للمخرج، ولما شاف نور الشمس جري ناحيته بأقصى سرعة عنده، لكنه فجأة وقع في حفرة مليانة جثث وأخيرا خرج من الحصن. لكن للأسف فرحته ما كملتش لأنه سمع صوت الجنود الألمان بيقربوا ومعاهم كلابهم، وساعتها الشاشة بتسود. في نهاية تانية وهي إن اللاعب لو اختار ما يقتلش الوحش ساعتها النهاية بتتغير شوية، الوحش بيجري وراه، وساعتها هنري بيكمل زي النهاية اللي فاتت، بيخرج من الحصن وبيقع في نفس المكان، لكن ساعتها بياخد باله ان الوحش خرج من الحفرة، وساعتها لما بيشوف الجنود الالمان بيقرر انه يهرب بعيد عنهم، وساعتها برضو الجنود الالمان بيوصلوا وبيقبضوا على هنري. للاسف مش معروف ايه اللي هيحصل للامبير وهنري بعد النهاية دي، وبرضو مش معروف ايه هو اللي قتل الوحش لما بيقع تحت، هل الكائن حارس الكرة موجود تحت الحصن ولا في كائن تاني اقوى منه موجود ولسه ما ظهرش في اللعبة؟ لو كان الظل فعلا حارس الكرة موجود
موجود تحت، فهو ايه اللي جابه هنا؟ خصوصا ان هنري هو الوحيد اللي في القصه كلها ما لمس الكور الكريستاليه، وده معناه ان هو برضه الوحيد كمان اللي ما تعرضش للكيان الغامض اللي شفناه في الاجزاء السابقه. صحيح ان القصه في الجزء ده ما كانتش الافضل مقارنه بالاجزاء التانيه، لكن برضه ما نقدرش ننكر ان الجيم بلاي كان ممتع، وبرضه حاول يقدم قصه جديده خلت اللعبه نوعا ما مميزه بطريقتها. بس وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم فيديوهات جديده اول باول. وشكرا جدا ليكم، وسي يو في سلسله جديده وبدايه جديده.